موطني موطني. Je suis avec ma famille. On est à l'auberge Thaïs à Tigremt, au nord de Béjaïa. S'il y a des secours, si quelqu'un a ce message sur TikTok et peut peut-être contacter des secours, dire qu'il y a des gens partout là. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفيديو جديد على قناتي أنا، قناة أحمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. محبتي واحترامي لكم أينما تواجدتم في جميع أنحاء العالم. في البداية حبايب قلبي، من هنا ومن أرض فلسطين بنقدم أحر التعازي والمواساة إلى إخواننا في الجزائر بشهدائهم بسبب الحرائق الذي حصلت في كل صيف. تعيش الجزائر على الفواجع بسبب حرائق الغابات التي تجتاح الجزائر من شرقها إلى غربها وتسرق معها عشرات الأرواح البريئة الذي نحتسبها عند الله شهداء، ومشاهد مأساوية تهتز لها القلوب، والحرائق المهولة التي تكافح من قبل أهلنا وإخواننا بالجزائر بكل الوسائل، حتى بالوسائل البديلة مثل خراطيم المياه. والجيش والحماية والدفاع المدني يشارك في إخماد هذه الحرائق وبجهود جبارة مستمرة لإخماد هذه الحرائق في الجزائر. حبايب قلبي، بتمنى منكم دعواتكم إلى الشعب الجزائري، دعواتكم لإخواننا وعزتنا في قارة الجزائر العظيمة، دعواتكم بأن الله يحفظ هذه البلد الذي لا يتهاون في مساعدة البلد العربي بأكمله. لهذا حبايب قلبي أتمنى منكم دعم هذه الحلقة بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتشيرها على أوسع نطاق، فضلا وليس أمرا. دعم هذه القناة لنوصل 10,000 مشترك قبل نهاية الشهر، وعلشان نوصل هذه المشاهدة من هنا من قلب فلسطين إلى جميع أنحاء العالم لأي شخص ممكن أن يساعد في هذا الحرائق. حبايب قلبي، ما بدي أطول عليكم أكثر، خلينا نستمع ونشاهد إلى هذا السائح، وبعدها سنشاهد المشاهد المأساوية التي مرت بها بلدي الثانية. ربي يحفظها ويحفظ شعبها، قارة الجزائر العظيمة. On est à l'auberge Thaïs à Tigremt, au nord de Béjaïa, et comme vous le voyez là derrière, c'est le feu. On a été réveillé en pleine nuit et on s'est échappé de la résidence et on a réussi à se réfugier là sur un rocher. Donc on est entouré un petit peu par l'eau, et là il y a les flammes là qui sont en train de redémarrer de plus belle juste derrière nous. On va essayer de se mettre à l'abri. Voilà, s'il y a des secours, si quelqu'un a ce message sur TikTok et peut peut-être contacter des secours, dire qu'il y a des gens partout là sur les rochers. Il y a des gens qui sont dans l'auberge, qui sont sur la terrasse là-haut. Voilà, sur la terrasse, on leur dit de descendre. On leur dit de descendre, mais ils comprennent pas. Il y a des gens qui sont sur les rochers en bas. Voilà, et moi je suis là, ici avec ma femme et mes enfants. Et voilà, si quelqu'un a ce message, si vous pouvez faire relayer. Voilà, il y a la chaleur, c'est horrible. Il y a toute la fumée noire et toute la chaleur qui vient sur nous. Et les cendres là qui nous chauffent. J'ai essayé de couvrir les enfants là pour les protéger du mieux qu'on peut. Voilà. حرائق هذه الغابات تسببت باستشهاد أكثر من 15 جزائري، وأيضا الوزارة الداخلية الجزائرية أكدت بأن هناك أكثر من 7500 شخصا مرابطون هناك على إخماد الحرائق، وجهود جبارة للسيطرة على هذه الحرائق، حيث تم إجلاء أكثر من 1500 جزائري كان مهدد بخطر الاحتراق. حبايب قلبي، دعونا نشاهد هذه المشاهد المأساوية لعدة ولايات في قارة الجزائر العظيمة. دعواتكم حبايب قلبي، اللهم احفظ قارة الجزائر، اللهم احفظ شعب الجزائر، اللهم احفظ الجيش الجزائري، اللهم احفظ عمي تبو.
تحية الجيري. راني متواجد في الطريق الوطني رقم 43 كيما راكم تشوفوا المطار الى حد الديار. بون يفيتو القطاع اللي راه يسمع يفيتي القطاع اللي راه يسمع يفيتي القطاع اللي يقدر يمد يد المساعدة ماذا به، اللي يقدر يمد يد المساعدة ماذا به. نأكد الطريق الوطني رقم 43 جوست كيما الاخر كيما يا ربي استغفر الله بوبلاطل فوالا كيما بوبلاطل راهي ندعو لخاوتكم ربي ان شاء الله يكون معاهم، رانا نمدوا لهم يد المساعده واش نقدروا، اللي يقدر يمد يد المساعده اللي راه قريب ماذا به. والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك. الجلال والجمال والسماء والحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك. الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباك والحياة والنجاة. حبايب قلبي، أتمنى منكم الدعوات إلى إخواننا وبلد الثانية قارة الجزائر. اللهم احفظ الجزائر وشعبها ورئيسها وجيشها. حرائق الغابات يعود من جديد في كل سنة ولا ندري ما هو السبب. أتمنى منكم اكتبوا لنا بالتعليقات أسباب هذه الحرائق. تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. حبايب قلبي، بحب أتشكركم بنهاية الفيديو على المشاهدة. يعطيكم ألف عافية أصدقائي، واستنونا بفيديو جديد.